ووراهم كمان اكرم توفيق، كل دول كانوا بيضغطوا على دفاع سيراميكا عشان خاطر ما يطلعوش الكره من تحت. وده طبعا زي ما اتكلمنا قبل كده كتير في طريقه مارسيل كولر، الضغط العالي بيؤدي ان انت بتسترجع الكره بسرعه، فبيقلل زمن استرجاع الكره، بيديك فرصه كمان ان انت تهاجم الفريق الخصم وهو عدد لاعيبته اقل، لان طبعا بتبقى منتشره في الملعب عشان خاطر تحاول ان هي تطلع الهجمه من ورا. بتحمي كمان خط دفاعك من الهجمات الخطيره اللي ممكن يعملها الخصم عليك من قبل نص الملعب. وعشان كده شفنا سيل من الهجمات للنادي الاهلي واختراقات من على اليمين ومن على الشمال، مع تبادل المراكز اللي اتكلمنا عليه، واسامه ابو علي بيشوط واحده والثانيه ممكن واحده طلعت بره، واحده حاول بسام ان هو يشيلها. شفنا كمان تسديدات من بره منطقه الجزاء لعيبه النادي الاهلي كلها، كلها تقريبا كانت غير متقنه تماما، مفيش غير تسديده واحده بس القفشه وقدر يمسكها محمد بسام بسهوله. كل ده كان بيحاول بيه مارسيل كولر ان هو يخلق عدد من الفرص كبيره